إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. تعليق مثير من أبو تريك على حكم مباراة المغرب والكاميرون. تحدث محمد أبو تريك نجم الأهلي السابق عن تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد تحقيق فوز ثمين على الكاميرون بهدفين دون رد، وجاء هدف منتخب المغرب الأول عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 26 بعد رأسية من زميله أيوب الكعبي. وأضاف إسماعيل سيباري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 74 ليتأهل المنتخب المغرب إلى المربع الذهبي في بطولة أفريقيا. القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون مباشر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. لاعب مقاتل ويذكرني بنفسي أنا وإبراهيم. حسام حسن يتغنى بنجم منتخب مصر. وقال أبو تريك خلال تواجده في استوديو التحليلي للمباراة: المغرب قدم أداء بطولي ومباراة تليق بحجم دور ربع النهائي بين المنتخبين. وأضاف: لكن هناك ملاحظة، الحكم والفر لم يكونوا بمستوى المباراة وظلموا المغرب والكاميرون معا. وتابع: المغرب اتظلم بركلتين جزاء غير محتسبة ومن ضمنها فرصة صيباري أمام الحارس. وواصل: كمان الكاميرون انظلمت بركلتين جزاء غير محتسبة ومن ضمنها فرصة مبويمو. ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس أفريقيا 2025. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.